رسالة لكل كارهين محمد صلاح. جماهير ليفربول بترد عليهم في لقطة للتاريخ بعد اللقطة الجميلة دي اللي عملتها جماهير ليفربول لصلاح. حرفيا ده أكبر رد على منتقدي وكارهين فخر العرب، وأنا ولا بطبل له ولا بدافع عنه، أنت هتشوف بنفسك هم عملوا له إيه. مثال للحب والوفاء من جماهير بتدعم أسطورة ناديها لما ما بيكونش في أفضل حالاته. مشهد فعلا لازم ياخد حقه وما ينفعش يعدي كده مرور الكرام. لافتة تاريخية من جمهور ليفربول لدعم محمد صلاح خطفت جماهير نادي ليفربول الأنظار في مباراة الريدز ضد نادي توتنهام، وده بعد ما رفعوا لافتة باللغة العربية لدعم النجم المصري محمد صلاح واستمراره مع الفريق. وكتبت جماهير الريدز على لافتة باللغة العربية دعما للنجم الدولي المصري. صلاح ولد ليلعب مع ليفربول. بص سيبك مني انا علشان ما تقولش ان انا بدافع عنه وبطبل له. ان لاعب عربي مسلم يأثر في الجمهور الانجليزي بالشكل ده ويدعموه باللغة العربية اللي هي لغته الام ويهتفوا له ويغنوا باسمه طوال المباراة، ده فعلا شيء يدعو للفخر، بالذات وانتوا عارفين ان قد ايه الجمهور الانجليزي متعصب وعنصري جدا ضد المسلمين تحديدا. دي حاجة صعب جدا تحصل، وحصلت مع لاعب واحد بس اسمه محمد صلاح. طب لو ده عادي خليني معاك، هل في جمهور عمل كده مع لاعب عربي تاني؟ مش هتلاقي. كمان احتفلت رابطة البريمير ليج عبر حسابها الرسمي بإنجاز محمد صلاح التاريخي بعد ما أصبح أول لاعب تاريخيا يصنع أكتر من 10 أهداف ويسجل أكتر من 10 أهداف في 3 مواسم متتالية. فمن وجهة نظرك يا أبو الكباتن تقيم مسيرة صلاح كام من 10؟ يا عم ميسي ارحمنا بقى، اللي عمله ميسي النهارده في الدوري الأمريكي ده ما يتسكتش عليه. بالله عليك عينك على الاسيست ده، خيالي والله. بص بيعمل ايه، طب ازاي شافه وازاي مررها كده، وايه السلاسه والحلاوه دي، وتكمل اللوحه الفنيه دي بهدف. وكمان سجل الاسطوره ليونيل ميسي رقم قياسي في الدوري الامريكي بعد ما صنع 5 اهداف في شوط واحد لفريقه انتر ميامي ضد ريد بولز. يكتفي ميسي بكده؟ لا طبعا، ده سجل كمان علشان يفوز انتر ميامي بنتيجه 6-2، وصنع ميسي 5 اهداف وسجل هدف، يعني شارك في ال6 اهداف علشان يكون ميسي هو اول لاعب في تاريخ كره القدم يصل الى 1200 مساهمه تهديفيه، وكمان اول لاعب في الدوري الامريكي كله يصنع 5 اهداف في مباراه واحده. انا مش فاهم ميسي عاوز ايه تاني من الكوره، اللي ممكن يعمله تاني؟ الراجل حرفيا قفل اللعب. ومش ميسي بس اللي تألق، كمان لويس سواريز سجل هاتريك في نفس المباراه، وكلها طبعا بصناعه ميسي. والسؤال هنا ليك انت، هل ميسي هو اكتر لاعب تكاملا في تاريخ كره القدم ولا لا؟ ريال مدريد ده خلص على كل بطولات كوكب الارض، ولو في بطولات في كوكب تاني هياخدها برضه. ريال مدريد يرفض الاحتفال بلقب الليجا علشان السبب ده بعد تتويج ريال مدريد في لقب الدوري الاسباني بصوره رسميه للمره ال36 في تاريخه. 5 الله اكبر، مبروك طبعا لكل عشاق الميرينج. ريال مدريد رفض اقامه احتفالات مخصصه للقب الدوري او عشاء موظفين كاحتفال رسمي بين اللاعبين والجهاز الفني في البرنابيو. شبكه ريلفو اكدت لم يقيم عشاء للاعبي الفريق ولا توجد اي احتفالات، بغض النظر عن الاحتفالات اللي كانت في اوضه اللبس. احنا بنتكلم في احتفالات رسميه بسبب تركيزهم على مباراه بايرن ميونخ واللي هتكون الاسبوع ده في السيمي فاينال دوري ابطال اوروبا. ماتش مهم جدا ولازم ريال مدريد يركز فيه، ومن بعدها يتحدد موعد الاحتفال بلقب الليجا، لان الصراحه لو غادر ريال مدريد دوري ابطال اوروبا هيبقى الاحتفال بالدوري صعب جدا وناقصه حاجه، بس لو كسب الميرينج ووصل نهائي دوري الابطال هتبقى الفرحه فرحتين. فالسؤال ده ليك انت يا ابو الكباتن، هل انت شايف ان ريال مدريد بيكسب كل ماتشاته بالتحكيم والحظ ولا لا؟ ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وهاري كين ومحمد صلاح وفينيسيوس جونيور وكيليان امبابي مطلوب منك يا ابو الكباتن تبقى انت المدرب وتبدا ب3 لاعبين اساسي وتحط لاعبين منهم على الدكه وتبيع لاعب فيهم. يلا يا ابو الكباتن وريني اختياراتك.